السلام عليكم ومرحبا بكم ومرحبا بيا عندكم. اليوم جبت لكم واحد الكيك كيجي معلك معسل خطير، كيجي لذيذ بزاف بزاف. صدقوني الا قلت لكم سالا في ساعته. بجوج تفاحات وبيضه وحده وبدون دقيق ابيض. كيجي رائع شهوه منه. كنتمنى الوصفه اليوم تعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم. وبطبيعه الحال الا كنتو جداد مرحبا بكم والف مرحبا في القناه، ومرحبا بالناس القدام. وبطبيعه الحال ما تنساوناش من لي بارطاج ومن التعليق ديالكم المحفزه والاعجاب بالفيديو. ونتمنى ما نكونش ثقيلة على قلبكم، ونمشيو مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. ألوغ بدايةً عندي كيف قلت لكم في البداية كيك بيضة وحدة، عندي هنايا بيضة وحدة، عندي هنا بالنسبة للسنيدة كيف كتشوفوا الكاس ما عامرش بسنيدة، كاس ديال العنبة، يعني كاس نص كاس وزدنا واحد شوية، العبار تقريبا عندي هنايا 3 المعالق بالحساب، كنخلطو مزيان السكر مع السنيدة. أنا ضفت الزيت ما تسجل تقريبا نفس العبار ديال الزيت هو نفس العبار ديال السنيدة. كنضيفو هنايا واحد معلقة كبيرة ونص ديال الياغورت الطبيعي عفوا ياغورت بنكهة الفاني، ما كانش متوفر كديروا فاني ساشي ديال الفاني. كنخلطو مزيان المقادير بهاد الشكل هذا. من بعد كنضيفو هنايا الحليب دافي، الكاس اللي درت فيه دارون هو اللي درت فيه الحليب، تقريبا 3 المعالق ديال الحليب دافي. تنخلطو مزيان المقادير بهاد الشكل هذا. الوغ من بعد ما كتخلط لينا المقادير وكيتجانسوا مع بعضياتهم، هنا كنضيفو كيف غادي تشوفوا قلت لكم ما كاينش الدقيق الابيض، عوضناه هنايا كيف غادي تشوفوا بالفينو. درت أنا 2 كيسان ونص ديال العنبة ديال الفينو، إلا درتو بالعبار 250 غرام بالعبار. كيف كتشوفوا درت النص الثاني ما غاديش نضيفو، كندير هنا درنا غير 2 كيسان كنضيفو عليهم 2 أكياس من خميرة الحلويات كل وحدة 7 غرام في الوزن. غتلقاو المقادير مضبوطين في أسفل صندوق الوصف. الوغ هنايا كيف كتشوفوا غادي نخلطو مزيان وغادي نشوفوا الخليط ديالنا واش نحتاج نزيد هذاك نص كاس ولا ما نحتاجش. كيف كتشوفوا الخليط هنا باقي شويه خفيف، غادي نضيفوا هذاك النصف الكاس ديال الفينو بهذا الشكل هذا. الفران كنكونوا شاعلينه على درجه ديال 180 درجه. المده ديال الطهي من 30 دقيقه حتى ل 35 دقيقه. غادي نضيفو هنايا صافي حتى غادي كيف كتشوفوا حتى كنحصلوا على هذه النتيجه هذه. الوغ هنا من بعد هنا غادي نخليوه على جنب الخليط. هنا غادي نديروا واحد 2 تفاحات اللي قلت لكم في البدايه، 2 تفاحات ضفت عليهم هنا معلقه ديال السكر سنيده ونص معلقه ديال القرفه. ما بانش لكم المقادير اللي ضفت، ولكن هذا الشيء اللي ضفت. كنخلطهم مزيان حتى كيتجانسوا لينا هذاك السكر مع القرفه مع التفاح، كيعطيوها واحد كيتواتاو بزاف. السكر مع القرفه مع التفاح كيجيو غزالين بزاف، كيجيو معسلين معلكين. صافي هنايا من بعد ما خلطتهم بهذا الشكل هذا، هنايا غادي صافي هنا غادي نحطهم على جنب وغادي نجيب القالب اللي دهنته بشويه ديال الزبده وشويه ديال الفينو. صافي كنديرو كنقسمو على هذاك الخليط كنديرو على جوج على قسمين. القسم الاول كنديرو هو الاول كنيطاليوه في الوجه ديال المول ديالنا بهذا الشكل هذا. واخا كتبان لكم هنا الخليط شويه كيبان لكم ثقيل، ولكن ما تخافوش منه حيت مازال غادي نسقيه ملي غادي يطيب. صافي من بعد ما كنقادو الوجه هنايا كتبان ليا الا بانت لي ما قاداش كنزيد شويه ديال الخليط حتى كنقادوها كنحصلوا على هذه النتيجه بهذا الشكل هذا. صافي هنا من بعد كنضيفوا هذاك الخليط اللي درنا ديال التفاح والقرفه وسنيده، كنقطعوه هكا كنفرقوه هكا بهذا الشكل هذا على الوجه ديال الخليط ديالنا. صافي وكنقادو بالمعلقه بهذا الشكل هذا. صافي وغادي نضيفوا له الخليط البقيه اللي بقات لي من الخليط. صافي وتنقادها مزيان. صافي ومن بعد غادي ندخلوها طيب في الفران كي قلت لكم في البدايه على درجه ديال 180 مده ديال 35 دقيقه او 30 دقيقه على حسب نوعيه الفرن. صافي ونتلاقى معكم منين طيب لينا الكيك ديالنا. فوالا هذا هو الكيك من بعد ما طابت.
تحمر ليا واحد شويه، صافي أنا غادي نسقيه هنايا. درت هنايا بالنسبة للسقوة تنديرو نص كاس ديال الماء مع نص كاس ديال السنيدة وشوية ديال الحامض، نخليوه حتى كيتقل شوية صافي، وكندهنو به الخليط ملي كيبرد بطبيعة الحال. هاذيك السقوة حتى كتبرد وكنديرو على كيك سخون. هنايا بالنسبة للتزيين كيبقى كل واحد الحرية ديال التزيين. أنا درت هنايا هذا دانيت ديال الكراميل، دهنتو على الوجه ديال الكيكة ديالنا، وغادي نزينو بالكنافة. الكنافة اللي حمرتها في المقلة ما درت فيها حتى شي حاجة، فقط الكنافة بوحدها كنحمرها حتى كنحصلوا على هاد النتيجة هادي صافي. وغادي نديروها على الوجه ديال الكيك ديالنا. كنتمنى الوصفة تعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم. غادي نزينها بخطوط ديال الشوكولا، كتبقى اختيارية بطبيعة الحال بهذا الشكل هذا. صافي كنتمنى تجربوها، راه كتجي غزالة وكتجي معلكة ومعسلة بهذاك التفاح اللي كنديروه من الداخل، كيعطيها واحد البنة لذيذة بزاف. غادي نقطع معكم واحد المورصو باش تشوفوا كيفاش جات من الداخل. هنا راه باقا شوية سخونة، من الأحسن تخليوها حتى تبرد عاد تقطعوها ولا تقدموها لأفراد العائلة. كنتمنى إلا وصلتوا معايا حتى لهنايا ما تنساوناش من لي لايك ولي بارطاج ديالكم، إلا كنتو ناس جداد مرحبا بكم، وما تنساوش تابوناو في القناة ديالي وتفعلوا جرس الجرس باش يوصلكم كل جديد. ونتلاقاو في وصفات جديدة، وإلى اللقاء، وخليتكم في رعاية الله وحفظه.